اللحم راح اخليه شوية ينحمس. هسه ضفت البهارات كاري وماجي لحم من بصرة وملح، ضفتهم عن اللحم حتى ينحمسون وهم سوا. فبعد ما انحمسوا وخليتهم 3 دقايق ضفت هسه المي عليهم حتى يستوون. بعد ما استوى اللحم اخذت المي خليته بكاسة. هسه راح اضيف عليه. هسه ضفت الآلة مال السبيناء، هي شبن وكرفس جرامتهم هذا يعني ناعم. هسه انا ضفتها على اللحم حتى ينحمسون وهم سوا بطعم. انا حمست الآلة ويا اللحم وهيك صارت بهاللون. وهسه راح اضيف عليها السبيناء. هنا انا ضفت السبيناء. هنا اني ضفت المعجون، ملعقتين طعام من معجون خليته بنفس الجزر وحمسته. وهسه راح اضيف ماء اللحم. هذا التشريب مال اللحم اللي اخذته اني بالبداية ضفته هسه. وراح اضيف مي تقريبا قلاص او قلاصين مي ضفت اني، وانتظرها لما تستوي وتنضج. وهسه شنو حبايبي ايش راح نضيف؟ راح نضيف الحمص. اني هنا أنا عندي حمص جاهز، حمص هذا مال العلب، خليته ضفته بعد ما استوت المرقة. وراح اخليها من كم دقيقة على النار وتكون نار يعني هادئة. هنا اني سويت سلطة، رمت خيار وطماطة، وهنا انا برشت جزراية وحدة راح اضيفها على السلطة. وراح اضيف نومي حامض، عصرت نومي حامض ضفت حضيفه عليهن. هنا أنا كملت الزلاطة. هنا راح اسوي تمن، ضفت الشعرية، راح احمس الشعرية لما يصير لونها ذهبي احمسها. وبعدين راح اضيف الرز عليها واضيف مي. راح اضيف ملح حسب الرغبة كمية الملح. راح انتظر لما يستوي. هاي هنا استوت كلها مالتنا الرز، اصبح هالشكل لا معجن ولا اي شي بيه. وهاي سفرتنا الحلوة كملت من سبيناغ ورز وزلاطة وتمر ولبن. نقول الحمد لله على كل حال. الله يزيد ويبارك بالنعمة. رمضان كريم عليكم ويحفظكم يا ربي. ولا تنسوني باللايك والاشتراك من قناة أكلات ندوش. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا